السلام عليكم البنات، كي راكم؟ نتمنى تكونوا كامل غايه بصحه وبالف عافيه ان شاء الله يا ربي. اليوم كما كنتم تشوفوا جبت لكم هذه ليمونه جايه خفيفه ريشه، يعني جات ما شاء الله. مقادير تاعها سهلين. هنايا في ريسيبيون كنت حطيت كاس تاع حليب يكون دافي بيان سور كيما نعرفوا بلي راه البرد، وضفت عليها تاني نص كاس تاع سكر. يعني الحلاوه متخافوش منها، ما راحش تجي معنا حلوه بزاف. الحلاوه تجي معتدله. هنا زدت معها تاني نص كاس تاع الزيت، وضفت معاها حبه تاع بيض. هنا الحبه تاع البيض تاعي صغيره، الا كان عندكم بيض كبير ديري غير البياض، والصفار خليه باش تدهني به الليمونه. هنا زدت تاني رشه تاع الملح، والمغرف صغيره تاع لافاني، ونزيدو تاني معاها المبشور تاع القارص. كنت بشرت معاكم حبه هكا. نعرفوا باللي مبشور الليمون يمدلنا قوش شباب في المعجنات هادو كيما هكا. وزدت معها تاني مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز، خاطش راه البرد سما لازم تكون المغرفه بومبي شويه باش تخمر معانا. ونحركو كامل المقادير هادوك حتى نشوفوهم باللي تجانسوا معانا كيما هكا. يعني طريقه سهله. انا راح نضيف الكاس الاول تاع الفارينه وندير معاه باكي تاع لا ليفور كيما هكا، ونبدو نجمعو بالفارينه. يعني هنا الفارينه على حساب على حساب كل وحده واش عندها الفارينه تاعها. سما الكيل ما نقدرش نعطيكم شحال دات لي اكزاكت، يعني حوالي دات لي هنا حوالي 3 كيسان ونص. يعني الكاس الرابع ما كملتوش كيما هكا. نلموها كامل برك ما نشفوهاش، اسي باش تخليها شويه طريه يعني تلاصق. هنايا كي تكوني تخدمي بهذيك اليد راح تلقايها تلاصق معاك، بصح كي تخدمي باليد اللي تكون ناشفه تلقاي باللي سي بون راهي مليحه. يعني دائما اليد اللي تجربوا بها اليد اللي ما تكونوش تخدموا بها. وهنايا كنت غطيتها كيما هكا ونخلوها حتى نشوفوا الحجم تاعها بدا يتضاعف معانا. وهنايا نجيو باش نديرو هذيك الكريمه اللي راح نحشوها في الوسط. نجيبو كسرونه تاعنا نحطو فيها 2 كيسان تاع حليب، 2 كيسان ونص حليب، مع 3 مغارف كبار تاع مايزينا، وراح نضيف معاهم تاني 3 مغارف نتاع السكر. يعني هنايا الحلاوه قلت كيما قلت لكم راح تجي معتدله، ما راحش تجي حلوه بزاف. ونحركوهم هنا، نحركوهم مليح قبل ما نحطوها فوق النار كيما هكا. ونخلوها نشعلوا عليها ونخلوها على نار متوسطه حتى ونحركوا. يعني التحريك ما نحبسوه حتى نشوفوها باللي تقالت معنا بهذا الشكل كيما هكا. ونطفيو عليها، ومن بعد نزيدوا عليها مغرف صغيره تاع لافاني كيما هكا. هنا باش تبرد معنا سما لازم نديروها في حاجه تكون كيما هكا بلا ولا حاجه، ونغطيوها ونخليوها حتى نشوفوها باللي بردت عاد باش نستعملوها. باش نزيدو نكملو. نهبط كامل هذاك الكريمه تاعي في البلا هذاك، ونحاولوا باش كيما هكا نطرحوها. ومن بعد نجيبو بابي فيلم ولا ساشي اللي تكون عندك، ونديروها على السطح تاع الكريمه هكا باش الوجه تاعها ما يديرش معنا هذيك القشره. وخليوها تبرد على اقل حتى نشوفوها بردت. كي نشوفوها بردت مليح باش نستعملوها. انا باش بعد ما خمرت معايا العجينه كيما راكم تشوفوا ضاعف الحجم تاعها. نحاولوا نديروها حربوش كيما هكا، ونقسموها على 3 كريات ولا على 2. انا كنت درت 3 كريات متوسطين يعني. وإلا حبيتوا الخبزه تاعكم تجيكم كبيره ديروا غير 2، يعني قسموها على 2. انا هنا كنت قسمتها على 3 كيما راكم تشوفوا كيما هكا. نحاول كيفاش نكورهم ونخلوهم يريحوا حوالي 5 دقائق ولا، ومن بعد نبدو نطرحوا فيهم في البلا تاعنا. انا بعد ما خليتهم ارتاحوا طبعا كنت دهنت البلا تاعي بالزيت، وحطيت الليمونه تاعي كيما هكا.
نطرحوها بصح ما نرقوهاش، خلوها شويه خشينه كيما هكا. يعني كنت هنا في هذا البلا كنت حطيت 2 خبزات، والبلا الثالث حطيت فيه الخبزه الثالثه. يعني هنا تخبزيها غير بيدك بلا ما ديري الحلال كيما هكا. قلت لكم خلوها شويه خشينه، ما نرقوهاش بزاف هكا باش تزيد تخمر معانا تاني كيما هكا. وهنايا كنت جبت هذيك الكريمه اللي كنت غطيتها وخليتها تجمد كيما هكا. نحاولوا نهبطوها كامل في ريسيبيون تاعنا كيما هكا. يعني تطير معكم بكل سهوله، يعني ما تخافوش تقولوا تقعد في البلا ولا راح تطير. وهنايا كنت حطيت معاها نص كاس تاع شونتي. هنايا كيما الكريمه هذه تقدروا تستعملوها بلا شونتي، تقدروا ديروا الكريمه هذه وتزيدوا معاها مغرف تاع زبده وتضربوها بالباتر حتى تحصلوا على كريمه، ولا ديروا الطريقه هذه. انا هنا كنت ضفت لها قلت لكم نص كاس تاع شونتي وضربتها بالباتر. يعني هنا كنت ما خليت والو لا بوطاجي لا حتى حاجه. كيما كنتم تشوفوا هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. يعني راح تطلع معنا هذيك لا شونتي مع الكريمه يعني بسهوله وراح تجي بنينه. هنا كنت حطيت تاني حبه تاع بيض باش ندهنوا بها العجينه تاعنا كي خمرت. ندهنها كامل هكا على الوجه كيما هكا. ندهنوا كامل الخبزه تاعنا. وكنت ديجا كنت مشعله الفرن تاعي كنت شعلته من تحت فقط، وكنت درت هذيك المروحه تاني هكا باش طيب معنا خطره واحده كيما هكا. هنا هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. كيما كنت تشوفوا جاو حموره. انا كنت طيبتهم شويه بزياده باش كنت نبغيهم هكا حمرين، ما نبغيهمش نص طياب كيما هكا. يعني جاو خفاف. نجيبوا الموس تاعنا ونبداو نقسموا فيها على 2. هنا من الاحسن انك تستعملي الخدمي تاع الخبز اللي نقطعوا به الخبز هذاك تاع المنشار، يجي احسن من هذا كيما هكا. نقسموا الخبزه تاعنا على 2 كيما راكم تشوفوا. جات مثقبه معنا، جات هايله. يعني العجينه جات خفيفه ما شاء الله. ونبداو نحطو في الكريمه تاعنا اللي كنا حطيناها. كيما راكم تشوفوا تقدروا كي ديروها في لابوش على شكل ورود وكامل، ولا تقدروا ديروها كيما هكا. يعني طريقه سهله وما تديش معاكم وقت بزاف. نمشو كامل هذيك الكريمه على الخبزه تاعنا، ومن بعد نحطو النصف الثاني اللي كنا قطعناه كيما هكا بهذه الطريقه. وهنايا تقدروا تدهنوها بالحسل ولا بالمعجون، ولا انا هنا كنت دهنتها بلاجولي كيما هكا. نفوتوا عليها كامل صاير دائر هكا باش كي نديروا السكر غلاس يلصق معنا. نرشوا عليها كيما هكا. تقدري تاني تزينيها بالكاوكاو ايفيلي ولا يعني اي حاجه تكون عندك تقدري تزينيها. تقدري تاني تخليها كيما هكا. يعني التزيين اختياري. هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. كيما كنتم تشوفوا جات ما شاء الله، جات طريه خفيفه وبنينه. يعني ما عندي ما نقول عليها. ما تنسوش تجربوا هذه الوصفه خياتي وتعطوني رايكم في التعليقات. ونشكر لي زابوني جدد اللي دخلوا معنا تاني نقول لهم مرحبا بكم. يعني جربوها واعطوني رايكم. هنا راح نقسمها معاكم باش تشوفوها كي جات معايا من الداخل. يعني الكريمه تاعها جات باينه في الوسط، جات خفيفه كيما كنتم تشوفوا كيما هكا. والاهم انها جات طريه ماهيش يابسه كيما راكم تشوفوا. جات خير من تاع المحلات، يعني جات تهبل. هذه هي خواتاتي، نقولكم صحيتو وشكرا.